لو العضلات عندك بتقل والدهون بتزيد عندك وعندك ضعف جنسي وغياب في الانتصاب الصباحي وكمان عندك سرعه قصف، فكده في احتماليه كبيره جدا ان يكون عندك انخفاض في هرمون التستوستيرون اللي جسمك بيفرزه. تحليل هرمون التستوستيرون من اكتر التحاليل المختلفه عن باقي التحاليل، يعني مثلا لو انت بتحلل سكر تراكمي او حتى بتحلل كوليسترول، فالتحاليل دي بيكون ليها رينج طبيعي، فالدكتور بيشوف التحاليل دي لو هي في الرينج الطبيعي فالتحاليل دي بتكون عندك مظبوطه، لو التحاليل دي بره الرينج الطبيعي فكده تكون التحاليل دي مش مظبوطه. ما عدا هرمون التستوستيرون، هرمون التستوستيرون ممكن مثلا الرينج الطبيعي يكون من 3 ل 11 والتحليل بتاعك مثلا 6، ولكن بتعاني من الاعراض اللي انا قلت عليها دي. طيب المشكله دي بتحصل بسبب ايه؟ المشكله دي بكل بساطه بتحصل مع اغلب الناس فوق سن 35 سنه، وده لان من سن 30 ل 35 يعتبر جسمك بيفرز اكبر كميه تستوستيرون ليك في حياتك. بعد سن 35 بيبدا جسمك طبيعيا يقلل من افرازات هرمون التستوستيرون عندك، فمن الضروري ان انت من سن 30 ل 35 سنه ان انت تحلل هرمون التستوستيرون، لان لو انت في الفتره دي جسمك مثلا بيفرز 12 وجيت بعد سن 35 جسمك بدا يفرز 6 اللي هو يعتبر 50% من الافرازك الطبيعي اللي كان في سن من 30 ل 35 سنه، فالدكتور هيشوف ان الرينج الطبيعي من 3 ل 12 هيقول لك ده طبيعي مفيش فيه اي مشاكل ومش هيديك حتى تي ار تي، مع ان انت اكتر واحد محتاج التي ار تي. فدايما تحاليل التستوستيرون لازم تقارنها بنفسك، ما ينفعش تقارنها بالرينج الطبيعي بتاع المعمل. والصراحه معظم الناس بتشخص المشاكل دي على انه عنده مشاكل نفسيه فعشان كده بيعاني من كل الاعراض دي، ولكن انت ما عندكش اي مشكله نفسيه ولا حاجه، انت مشكلتك ان انت ما تعرفش ايه الستاندرد بتاعك، ما تعرفش اصلا جسمك كان بيفرز كام في اعلى معدلاته. ولو عايز تظبط تحاليلك او حتى تشترك معانا في خدمه الاونلاين كوتشنج اكتب لي اونلاين كوتشنج في الكومنتات وهبعت لك كل التفاصيل.